سبب التأخير أنا. شو؟ أنا سبب التأخير. أنت سبب التأخير؟ انت اصلا نمت لك ساعتين ابد غير. شو ساعتين؟ كلها نص ساعة اللي نمت. انت بتهيألك انه نص ساعة. يعني كيف يعني ساعتين؟ أنا نمت يمكن الساعة 12 وشوي، وصحيت الساعة 1. صح ولا لا؟ صح. انت كلامك. الله على روعة السفرة. الله على روعة السفرة يا ريا. والله لا نجنن بابا وماما، والله لا نجننهم. ايش؟ ممكن ما توصفوني؟ ممكن السفرة ضحك وفرفشة لو سمحتي؟ لا هي هلا صاحية من النوم، هي مش مستوعبة أصلا إنه انتوا هلا صحيتوا شو طلعنا أصلا؟ انتوا هلا صحيتوها من النوم؟ احنا صحناها، تخيل هم احنا صحناها اللي هي دائما هي بتصحينا انت؟ ما تخيلنا. ايش؟ صحوك من النوم يا عمو؟ خلص احكي لهم رجعوني. أيوه. وبنقدر نحكي السلام عليكم، كيف حالكم، شو اخباركم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. اول مره بنعمل مقدمه انا ووليد من فتره طويله جدا 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 جدا. ليش؟ حتسالني ليش؟ انا حقول لك ليش. مش لانه تزوج، لانه جاب رايه. شو دخل؟ شو بابا شو انت مخربه علينا. صباح الخير بابا. ماما هيني انا هيني السلام عليكم يا رايه. يا اخوان انا مسافر لاول مره مع وليد ونور ورايه. صح احنا مسافرين مع بعض. فيا راي عشان تاخرنا وانتم سبب التاخير. لا مش احنا، انتوا. انا ما جاهز. تاخرنا ترى، احنا اون تايم. راح تغيب طب بس شاب اخذ الشنط وراح. قال لنا تعالوا هناك على الخطريه. قلت له رضاء وراي هيك تمام. اوكي شكرا. عمو رايه، انا وانت نسافر مع بعض. هدول بابا وماما سيبك منهم، انا نروح نعمل فعاليات انا وانت. يا رايه ولك بس تصفني بكل اشي. انا بحبك، انا وانت نسافر مع بعض والله نعمل فعاليات. هاي شو اللي حاطين عليها هاي اللي حيتها مخبيين جوا ما توسخ. يعني مش جرس انذار اذا ضاعت او شيء او هربت؟ لا انت الجرس الانذار هذا انت مسؤول عنه. انا مسؤول عنك؟ انا ما تبعدي عني انت. بس يا اخوان فاحنا حاليا بالمطار ان شاء الله متجهين الى قطر حبيبه. طبعا انا عم بصوركم فلوج، وليد كمان عم بصوركم فلوج. فلوجنا احلى غالبا حيكون لانه قناتنا اقدم. يعني انا بعمل فعاليات، وليد بعملش فعاليات، فلا بمزح. احضر الفلوج على القناتين، على قناتنا وعلى قناه وليد ونور. تمام؟ اذا في اي اعتراضات اي ملاحظات احكي لي. ما بمسك بنتكم والله ما بمسك نور، ما بمسكها. انا حصور فلوج انا. ايوه احكي لهم ممنوع اعتراضات، ممنوع. شكرا. يما قلبي. وين راحت اللعبة؟ يلا امسك. يلا استلم هلا اليوم بيجي. وين البوبو يا لالا؟ وين البوبو؟ يا اخي انت ليش تضحك علي؟ ايش؟ تفضلي. لا تضربها عنيفة ترى بنتك. ولا فضيحة. يلا طوليها الحالة. اسمع ممكن تحدوها طولها الحالة. طيب مستحيل. ايش؟ قولها اتحداك طوليها الحالة. يلا بابا طوليها لحالي. ما توقعيها. مش طبيعية. بتقحز قاعد. يا بي تشكاب. يلا بح. ما في بوبو. يلا ما في بوبو. طبعا يا اخوان احنا على باب الطيارة عاملين زحمة. عشان ايش كل هالزحمة؟ عشان عرباية راية. ها تفضل. اذا بنرحب فيكم بالطائرة الجميلة. اهلا وسهلا. وين راية؟ يا راية. نعسانة. ايش؟
صباح الخير. نا يما جميلة. اوكي يا اخوان، طبعا وليد ونور هون وانا حر طليق هون. شوف سبحان الله، عارفين اني عزابي. لا مو عارفك. بلا لا اشكره مبين. شوف حاطين كرسي لحالي، ما في حد جنبي لا يمين ولا يسار، فمبين انه يعني 100%. فباذن الله متجهين الى قطر وفي فعاليات واجواء جميله، ويلا بسم الله. فطوري المعتاد طبعا كالعاده، زي ما بطلب دائما انا كل يوم هيك بطلب. لا بتعرف شو هو؟ لا والله ما بعرف شو هاد. بس شكله زكي. احلى وليد. وين نور؟ نور وين؟ راحت مع رايا اخوان، عشان رايا بدها تنام فمش عارف تنيمها على الكرسي، فقامت تلفلف بالممرات. يا اخي والله الله يعين اللي عنده اولاد، الله يعينه يعني، الله يعينه اللي متزوج يعني. اخوان هي شوف انا قاعد لحالي مبسوط. واضح انك مبسوط. الحمد لله رب العالمين، وصلنا بالسلامة إلى قطر الدوحة، قطر الحبيبة. الله على روعة ممر السعادة. ايش هو؟ وليد ما ضل حدا. اوكي صوتي عالي فطلع في ورانا ناس، انا فكرت لحالنا. ما ضل حدا ايش؟ ما ضل حدا يعتب علي الا قلت له معنى اسم راية بالانجليزي. فضحنا يا اخوان، راية يعني علم يعني فلاج. إذا أعزائي المتابعين، نبشركم أننا قد وصلنا إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة. الحمد لله على سلامتنا، والآن متجهون بإذن الله إلى خارج المطار. سيقوم باستقبالنا أبناء عمومتنا و حاسه خبط شوي بالعربي صح؟ لا أموري تمام. نور صح؟ مش مركزة نور؟ نور تخصص اللغة العربية طبعا. نعم 100%. نعم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا مين اجى باستقبالنا، عمو محمد. هلا بالغالي. هلا. الله يسلمك ويسعدك يا كبير. ما شاء الله ما شاء الله. هلا حمود. ما شاء الله. هلا حمود. محمد ابن عمي. جاي معي لولا انه تاخرت بدرته. تجيب ابدا. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. يبارك فيك. الله يحييكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ اخبارك؟ الله يرضى عليك يا رب. الله يسعدك. يافا احد الاحفاد والحفيد الثاني. ايوه محمد ويافا. ايوه حبايبي. ماشي. هاي رايه بنت وليد. رايه بتقول انها جميله جدا بدها تمدح جوازها. الله يسعدك. والله السؤال كان والله حبيبي عمي الله يسعدك. وصلنا على الفندق يا رايا. انا مش فاهم كيف انت اللي هلا صاحيه. انا مصدوم. هي صاحية شكليا بس اما عقليا هي نايمه. هي منتهية خلاص. يا رايا يا باي وليد صح؟ اساعدك. طبعا اساعده. بس بلكي بدوش اساعده يا زلمه. الله على روعه الفندق. يا سلام يا اخوان. طبعا عشان تكون بالصوره، ولي بتحب اذا تشوف اسمع عندي اقتراح. ايش؟ اذا صار هوشه كذا مشكلته بتيجي عندي ولي بتنام. بنتمشكل انا اذا رايه سوت ازعاج ما عرفت تنام. ايوه مثلا شوف بس عرفت ترجعها والله. انه حبيت بس صاحبي شايف اذا تهاوشتوا مع راي جيبوا لي اياها برضه عادي. هناك على اليمين. بسم الله. فارشين لك السجاد الاحمر بعد الوليد. ايه ميرسي حبيبي حاضرين. ايوه هناك. الله يا اخوان، اللي عنده فوبيا من المرتفعات لا ينزل بالفندق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اخوان هاي غرفتي. الله يا سلام. نجرب هيك. يا عيني عصومي. يا اخوان المفروض اتخذ واحد بس لحالي انا. السلام عليكم. يا
يا عيني هون كمان كنباي ودنيا وحركات. شكلي راح اسكن هون انا. الله الله على الاطلاله، يا سلام يا سلام. دقيقه لازم نفتحها اشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، نفس اطلاله بيتنا بالكويت. يا عيني يا عيني. رحلة موفقة عالصومي، رحلة موفقة يا رب يسر الأمور. وليد طبعا، وليد ونور ورايا بالغرفة اللي قريب منه، قريب مني عفوا. تحياتي لكم جميعا، ترقبوا الفعاليات ويلا. بس بدي اروح ريح شوي لأنه الأمانة تعبان جدا والله. يعطيكم العافية أعزائي المتابعين في كل مكان. اليوم هو اليوم الثاني صح؟ في قطر. نعم في قطر ومعانا ومعاكم. لا تذاكر، لا تذاكر، لا رايا ايش يصير؟ ممكن تعطيني؟ اعطيني. طلع امك يعني بتستاذنيها. اعطيني التذاكر، يلا اعطيني التذاكر، اعطيني. تاعتها هي الباقيين. صح معها تذكرتها. معانا وليد ونور. انتم كمان لابسين لبس المنتخب طبعا. يا عيني فلسطين. وانت كمان انت فلسطينيه جميله. ايش لا تعصبي لا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا الى ملعب البيت. نعم استاد البيت في الدوحة قطر لحضور مباراة قطر الافتتاح. نعم. مباراة الافتتاح لكأس العرب قطر ضد فلسطين. نعم صحيح. طبعا احنا نشجع كل الدول العربية 100%. اليوم لابسين طبعا احنا فلسطين. ايوه يا عيني يا عيني. شوف الملعب محلاه ما شاء الله. السلام عليكم. طبعا بوبو رايا متجهة الى الملعب. قول لهم مين حامل في اي بي. عالصومي طبعا حامل شتة البيبي. معلش فوتينك في اي بي عالصومي. معلش صح. شو بوبو رايا انت وين بدك روحي؟ انت وين رايحة؟ امسك يا تفضل امسك هي التيكت تبعك يلا. شو ام رايا جاهزة؟ أول مرة تحضري مباراة، شو شعورك؟ والله متحمسة. أول مرة تحضري مباراة بالملعب. خايفة يعني رايا ايش حتكون ردة فعلها، بس ان شاء الله انه ننبسط احنا كلنا. لا رايا إن شاء الله راح تكون مرضية زي دائما وهادية وراح تتفاعل وتنبسط. شكرا بابا يعطيك العافية. يلا طبعا احنا وين الان على الصومي؟ احنا بالفي اي بي. احنا صارت وصلنا كبار الآن. الزوار. صارت كبار الزوار. طبعا هي الملعب هناك هلا راح نفرجيكم اياه. ما شاء الله اجواء جدا جميله ورايا مستمتعه. صح بابا انت شو رايك انت بالمكان؟ ممتاز. فاجواء جميله رائعه بانتظار المباراه. الان الساعه 5. طبعا هاي يا جماعه اجواء ما قبل الافتتاح. ما شاء الله اجواء جميله ورايا مستمتعه جدا. بابا شو بتعملي؟ شو نور؟ كيف الاجواء؟ تمام لهلا. مع رايا اجواء جميله جدا والله. يا سلام اسمع شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا في استاد البيت اجواء رائعه جدا. شوف الجمهور ما اجمله. التراس هناك يا عيني شوف الله على روعتكم والله لعيب. يا سلام شوف الملعب كله ضواو. يا عيني ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائلتي الكريمة افتقدتوني أكيد. طبعا والله كثير. لا انت كثير بسرعه روحت يعني. والله يعني كان المفروض أطول كمان شوي. لا احنا توقعنا تمدد بصراحة. وتوقعنا انه انا اجي الحقكم. كيف يعني؟ لا بابا اتفقنا على النهائيات ان شاء الله، على التصفيات النهائيه خلص. انا وماما بالتصفيات خلاص النهائيه. نروح شوفوا مين حيوديكم. لا على الصومي وبابا بتروح. اوكي ليك ماشي. بغير جو، بخلص من مسؤولياتنا شوي، برتاح. بس حاج كيف شعورك كان مع توصيل المدارس صبح وظهر؟ كان يدعي لك بكل مشوار. يدعي لي ايش؟ الله يرجعك بالسلامة بسرعة. انا قلت بنتي لي 3 وصفات يا معلم. بوصل الصبح، بعد ساعتين برنوا علي بيقولوا خلصت امتحان، برجع بجيبهم
وبعدين برجع بروح اجيب لي البروفيسور سند مقداد. احلى سنون. والله بس عندي مداخلة ودروس جنى. ودروس جنى طبعا هذا شيء، يعني في اليوم كان عندي 4 إلى 5 مشاوير. لا بس انا وديتهم على النادي هذيك اليوم. اي نعم. ماما ودتهم على النادي. الله يجزيها الخير. سلامات سلامات. مرضت. طيب اسالوني انا ليش جايب الشنطه هاي؟ ايش جاي الشنطة؟ هاي فيها هدايا. بس احذر مين اكثر حدا بتشوق لفكره الهديه دي. سنود سند صح؟ دحين بينا سند. ايش تتوقع يا سند عصومي جايب هديه؟ ايش تتوقع؟ لمين اول شيء لمين جايب هدايا؟ لمين هو جايب؟ إلك؟ ومين كمان؟ مين؟ وإياد صح؟ علي صوتك. ومين؟ جنى. وجنى وجاد. الله جاب هديه. الله بابا انت هديتي. الله علي حد والله ما لحقت. يا عصومي عندي هدايا. انا بعت يا جاهزين؟ نبدا باول هديه. يلا بعت 10 هدايا خلاص. اصبر طبعا اسمع كل هاي الشنطه فيها قد اغراض فاهم؟ خلاص انا متشوق جدا. امبارح يا سند هذا ايش اللون اللي لابسه انت؟ شو؟ اول ايش اللون اللي لابسه هذا؟ بنفسجي. صح. يعني بالانجلش ايش؟ باربل. اوه قوي. اول هديه معانا لاخوخه. الله على موعدك يا خوخه. يا سلام. شوف مكتوب عليها هذا ايش سموه هودي؟ كات ستوديوز. هودي هو كان فوقها قايل له جيب لي هديه هودي. انا كل واحد حج بعرف شو بده. ايوه خوخه انا بعرف ما بده شيء اكثر من الهودي. هودي حلو. وعندنا كمان مين؟ مين جنى ولا اياد ولا سند هلا الهودي؟ سند. ما شوف. بدنا دور سنود. انا بطلع ناسي بقيت سند. تخيل. لا هدية سنود. 2 الله لبس منتخب قطر. قلبي خدها منه. يلا خدها. شكرا. تفضل. وكمان جبت لك شورت. الله على عيني يا فلان. حناين. ايش؟ حلوة؟ يما واو يما قلبي. جميله والله. جانا طبعا اعطيتك هدية صغيرة على سناب بس هيك هدية صغيرة. الهدية الثانية ايش قلتك عنها انا؟ صح. دبدوب. ماما بيشبه. بدون ما نفق مع هذا. فقبة هذا ربحته ترى. هذا ما شريته والله ربحته. هاي اللعبة كنت بلعب لعبة اعطوني هدية قلت خلص هاي لجنى. تفضل. لا هذيك شريتها. هذيك شريتها والله. اذا هي فقمه هاي ولا مش فقمه؟ بتشبهك ماما حبيبتي. ما شاء الله. لا لا. ممكن احد يصور هذه جاد يصور بدل جاد. شفتوا؟ جانا يلا. لا يصور. هاي جنى حتصور. يلا الآن معنا آخر هدية. بسم الله. جاد آخر فترة كان نفسه بإيربود. الله جدو. والله هذا عشان هيك اتصلت عليك سألتك. بابا اشرب موبايل ايفون. لا انا بابا بده يجيب لي اياه. اذا انا اهديت نفسي قبل كم يوم المكنسه والممسح اللي انا بدي اياه. اهديت نفسي عشان انا متصالحه كثير مع حطوا نفسي. لنا موسيقى حزينه. بس خلاص شكرا. يا جماعة قبل يومين عصام اتصل علي بحكي لي صاحبي بيسألني على ايربودز وحكيت له اخوي جاد بيعرف بالاشياء هاي وبحكي لي انصحني ايش في اشياء احكي له عنها. اتصلت عليه وقلت له جاد صاحبي بده ايربودز. لو انت بذكائك الخارق ما فهمت يعني. لا هو انا عندي ذكي انا بهذا المواضيع. ذكي، قلت له ابعث لي الانواع وكذا بدي ابعث لي اياهم وابعث لهم على الواتساب. فراح جاي عمل لي بحث كامل. حلو. فانا خلص عرفت شو بده بالاخير. جبت لي اياها. كفو. شكرا والله اكيد. ايه حد نعم. لقيتك المسبح هذا على باب الدار. ثانك يو عصوم. حبيبي حد بصراحه شكله اكثر مسباح لا مرتب. فخم هي. بارك الله فيك. المهم ضلك تسبح. المهم تاخذ بس هاي سنود. يعني اسمع يصير واحد طلع مرته يقول استغفر الله. حسبي الله. انا جاي لك عشان هاي عشان تاخذ اجر الهديه. لا
انا بس بصير اسبح وهيك بدعي بقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لي في زوجتي. امين. اللهم بارك لي في ابنائي. امين. اللهم وفق زوجتي لاسعادي. امين. بدور حول المصالح الشخصيه سواء كان في الجبل او في الوادي. امين. هذا احتمال مبسوط كثير. طبعا ماما حكت لي جيب لها اياد نفس الهديه اللي بجيبها لجاد. قلت لها اياد عنده سماعات الكبيره ما بده الايربودز ما بيحتاجهم. صح كلام. انا والله كثير بحب فعنده سماعات الكبيره اياد ما بيحب الايربودز. ما انا اختي اقول مميز. لا مميزه عشان الناس تشوف انه جايب لجاد مش عارف سماعات واياد بس هودي. اياد بحب شغلتين لما قلت بالحياه. لي انه بدي اجيب له هودي قلت لك اوكي لانه انا بعرف اياد بحب الهودي. صحيح. بموت على الهديات زي عصور. الورا ليش ما انشالت؟ عشان يبين انها جديده. شيليها انت. بس هو اياد بحب شغلتين. بحب الهديات والكرشات. الله هذا كله بحب الكرشات هذا. اي سلمى نعم. كان عم حكي الاكل. الاكل. ايه؟ الاكل. الاكل. ايش هو؟ علي صوتك شو؟ وريهم الرقم تبعي. وريهم الرقم تبعك. شوف. لبسته. شوفي عصوم كم الرقم. شوفوا لا يا الرقم اخوان. مكتوب على التيشيرت. هون راح اطبع لك عليه سند. لا شوف. شوفوا جديده هاي جديده. قصدي حيل. افتح هيك شوف. عصوم بتعرف. سعرها قصده. واو. سعرها والله مبلغ حد غاليه. جبتها من المطار لانه يعني هاي بابا مش تاكسي فري لا. هاي للصيف عشان يلبسها ويلعب كرة مع عدنان صح؟ هلا واو. عارف انا سمعت اول كلمة هاي لسمر صحيح. انت تحبني يعني؟ يا اما قلبي. بس ايش؟ رح يروح قطر مع الصاد. ان شاء الله. وهيك اخوان هذا كان الفيديو الخفيف اللطيف بس بعد ما يعني رجعنا على الكويت الحمد لله بسلامه وجبنا لها شويه الهدايا للاطفال وان شاء الله الهدايا الجايه بتكون لبابا وماما بس شيء اكشخ يعني. بس الله يجبر بخاطرك والله جبرت بخاطرهم. لا راس هم كلهم من يوم ما سافرتوا هم كل واحد بيحذر مع الثاني حيجيب هدايا ما راح يجيب هدايا. انا من تليفوني ومن تليفون ماما ومن تليفون بابا بعثت لها هديه. انا اكثر واحد بجيب هدايا لما بسافر. والله فعلا خالد بفوت على المنطقه الحره بيحتاج شوكولاتات بيجيب والله بيجيب شوكولاتات. زاكين شوكولاتات بجيبها. لا لما كان يروح على لبنان ناس كان مدام كانوا يقولوا لي يجيب لنا مره يرجع جايب بلاي ستيشن مره يرجع مره سماعه. والله دلعنا طبعا عطور. انا ما عدت الحمد لله شفت العطور من بعد ما بطلت انت تسافر سافروا بسرعه عشان يجيب لي عطور. 100%. هذا بأكد على حجم العلاقة الوطيدة والحميمية والطيبة والمودة اللي بيننا. بقول لك سافروا خلينا نخلص منه. لا يعني لا تقريبا عشان تجيب لي عطر. يعني اقول عطر بس لما بسافر ما هو انت بتنقيه لما بنسافر طيب. سوا مع بعض. بس غالبا ححتار فحطول شوي يمكن اقعد شهرين ثلاثة ادور على سامحينك. كمان يا جماعة الخير هذا الواحد بس يكبر بعد يصير بعد ال 25 30 بصير هيك يعني 25 30 سنه زواج مش عمر. صح. برافو عليك بسرعه لحقت الموضوع. انت ذكي. فبصير هيك لانه هو يتلاعب في عداد العمر. 100%. زي اخوك محمد عمل لي هيك حفله لعيد ميلاده قبل 3 ايام لما صور بقول لك كم صار عمرك؟ بقول لي 25 26 نفس الشيء. محمد اخوك ضرب 2.5. هذا عمر الشيب عنده. الا عم محمد حبيبي عم محمد والله يعطيكم العافيه اشوفكم على خير مع السلامه.